بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة ملخصها النفس الأمارة بالسوء. ربنا يحفظنا يا رب ويجعل نفوسنا كلنا راضية ومطمئنة. عنوانها النفس الأمارة بالسوء. قصة جميلة إن شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة النهاردة بتدور أحداثها في قرية من قرى الريف المصري. القرية فيها بيوت عادية متواضعة، خاصة البيتين اللي احنا هنتكلم عليهم. هما بيتين ليه؟ لأن احنا عندنا النهاردة بطلتين في القصة، البطلة الأولى والبطلة التانية. البطلة الأولى اسمها سما، البطلة التانية اسمها ميار. سما وميار الاتنين عكس بعض تماما. بمعنى إن سما باباها ومامتها ما عندهمش غيرها، بيحبوها جدا، بيشجعوها تتعلم ويشجعوها على المذاكرة. باباها نفسه تخش الجامعة، وده مش موجود كتير في الريف، خاصة يعني في الوقت اللي قبل كده بعدة سنوات. أما بقى ميار، كان باباها عنده بنات وولاد عدد ما شاء الله. كان ما بيحبش ولاده يتعلموا، كانش بيشجعهم على التعليم، كان بيخليهم يشتغلوا وياخد المرتبات بتاعتهم يصرف بيها على بقية اخواتهم، وهو قاعد في البيت ما شاء الله عليه، لا شغلة ولا مشغلة، طول الوقت يشرب شيشة ويشرب سجاير وملوش أي لازمة غير كده. طبعا ميار بقى في ظل البيئة اللي هي عايشة فيها دي، والأب ده، الأم ملهاش كلمة خالص ولا ليها رأي في حاجة، بتخبز وتطبخ وتأكل وخلاص، والأب هو اللي بيتصرف مع البنات ومع الولاد. فكانت ميار كل سنة تسقط، تاخدها في سنتين وهكذا، لحد ما وصلت تالتة إعدادي. تالتة إعدادي طبعا كانت سما برضو في تالتة إعدادي، بس ميار كانت أكبر من سما لأنها سقطت كذا سنة، لكن سما ما سقطتش ولا سنة، لحد ما وصلوا زي ما بقول لكم كده الاتنين تالتة إعدادي. يوم النتيجة سما نجحت، مبسوطة فرحانة، باباها مبسوط وكذلك والدتها. فالأب بيقول لها إيه؟ بيقول لوالدتها يعني: ما يلا الزغرات يا أم سما وتملي لنا البيت زغاريط، خلينا نفرح كده ونتبسط وفرحي بنتك كده. قالت له: يعني أزغرط وعندنا الجيران بناتهم ما نجحوش؟ قال لها: طب واحنا مالنا؟ قالت له: يعني برضو نراعيهم. قال لها: لا ما نراعيهمش. نراعيهم ايه؟ البنت بتذاكر طول السنة وتعبانة طول السنة وناجحة ومبسوطة وأمورة، واحنا ما نفرحهاش عشان اللي سقطوا؟ طب ما هم اللي سقطوا دول ما ذاكروش وما تعبوش، يعني هم سقطوا وكانوا بيذاكروا؟ لا 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 يا ام سما، فرحي البيت، هم مش من بقية عيلتنا. لا ماليش دعوة، انا عايز بنتي تفرح، يلا يا ست زغرتي. المهم الام ما عرفتش تقول لا، هي كانت عايزة تزغرط وفرحانة، بس محرجة طبعا عشان الجيران، برضو الجار مهم طبعا مش عايزة كلام. بس الراجل معاه حق، عايز يفرح هو وبنته، بنته بتذاكر طول السنة وتعبانة ونجحت وجابت مجموع حلو، فعايز يفرحها ويفرح بيها. المهم ف وهي بتزغرط، مين اللي سمعها؟ بيت ميار. فالراجل بيقول لمراته: ايه مين اللي عمالين يزغرطوا دول وايه الزغاريط دي؟ قالت له: اصل النهارده نتيجة الاعدادية، فطبعا اللي نجحوا بيزغرطوا واللي ما نجحوش زي المعدلة بنتك قاعدة تعيط. قال لها: بتعيطي على ايه؟ عشان سقطتي؟ هي اول مرة تسقطي؟ ما انا قلت لك من السنة اللي فاتت كفاية مدارس، انت ما سمعتيش الكلام. ونعم الابهات صراحة، ونعم الابهات. المهم ايه الابهات اللي انا قلتها دي؟ ونعم الاباء، في حاجة اسمها الابهات؟
المهم، فالراجل قال لها: وبتعيطي على ايه؟ قلت لك من السنه اللي فاتت خلاص كفايه مدارس وانت ما سمعتيش الكلام. كفايه مدارس يا شيخه بلا وجع دماغ. انا هشوف لك شغلانه تروحي تشتغلي وتقبضي مرتب وتبقي زي الفل. يعني هما اللي خلصوا وخدوا الجامعه اشتغلوا قوي ولا لاقيين شغل؟ لكن انت كده هتلاقي شغل. اصبري بس. قالت له: والله يابا معاك حق، انا زهقت كمان من المدرسه وزهقت من المذاكره. بلا مذاكره بلا بتاع، خلاص شوف لي شغل. وبعد ما كانت بتعيط زقططت وفرحت وهتشتغل وتقبض بقى واخر انسجام. طب يعني كويس. خلاص. ما هي زي ما قلت لكم، البيئه اللي هي عايشه فيها، اب بالشكل ده وام بالشكل ده وعيال كتير ومحدش بيشجعها على المذاكره، كده كده ابوها كان هيقعدها عشان تشتغل وتجيب فلوس يقوم هو ياخدها ويصرف على البيت. هي بقى ميار فاكره ان هي هتقبض هي الفلوس. طب ما انت شايفه اخواتك اللي قبلك اشتغلوا هم كانوا خدوا حاجه؟ المهم، فخارجه بقى، خلاص بقى خدت القرار بقى ان هي مش هتذاكر، مبسوطه بقى وتمام التمام، ورمت من دماغها الحزن بقى والعياط ونسيت انها ساقطه اصلا. وخلاص كده المدرسه خلاص في خبر كان. خارجه لقت مين؟ لقت سما واقفه قدام بيتهم. فعدت عليها، هما بقى كانوا صحاب، سما وميار كانوا صحاب. فبتقول لها: ازيك يا سما عامله ايه؟ قالت لها: كويسه. عملتي ايه؟ قالت لها: انا نجحت الحمد لله وجبت مجموع، خلاص هخش ثانوي. وانتي؟ قالت لها: لا انا سقطت وخلاص مش هروح المدرسه تاني. ايه ده، يعني هتسيبي المدرسه وانتي في الاعداديه مش هتكملي؟ لا مش هكمل. بلا تعليم بلا بتاع بقى، بلا تعليم بلا بتاع، هتندمي، خساره، كملي، فكري. قالت لها: بقول لك ايه، انا فكرت خلاص، انا هشوف لي شغلانه اشتغل واقبض اخر الشهر واجيب فلوس، احوش واجهز نفسي سنه ولا سنتين واتجوز ويبقى عندي بيت وعيال، وخلاص على كده انا كده هبقى مبسوطه. لكن بقى لا هتعلم ولا هعمل، وانا عارفه يعني ما كل شويه بسقط. حتى السنه اللي فاتت لما جيت اغش منك معرفتش. المهم، فقالت لها: ايه يا شيخه ما انت كمان سيبك من المذاكره. دي ميار بقى بتقول لسما: يا شيخه انت كمان سيبك من المذاكره، نظرك هيضعف وهتلبسي نضاره كعب كوبايه وهيبقى حالك حال. اعملي زيي اعملي زيي، بلا مدرسه بلا بتاع. يا شيخه تعالي نشتغل سوا في اي مصنع ولا في مزرعه الفراخ اللي على اول الشارع ولا اي حاجه زي كده. قالت لها: اه طيب ماشي ان شاء الله. امها سمعتها، ام سما سمعت البت بتقول لها كده اللي هي ميار، راحت نادها عليها: يا سما. قالت لها: نعم يا ماما. قالت لها: حبيبتي بتعملي ايه؟ قالت لها: ابدا بتكلم مع ميار. قالت لها: طب سيبك من الرغي ده وتعالي عشان عايزاك تعملي حاجه في المطبخ. وراحت قطع الكلام عليهم بذكاء. راحت سما طبعا قالت لها: معلش يا ميار انا هروح عشان ماما عايزاني. قالت لها: طيب روحي، روحي لامك. وراحت ماشيه. ولما دخلت بقى سما عند مامتها، مامتها قالت لها: بتقول لك ايه البت دي؟ عماله تقول لك سيبي المدرسه واشتغلي واعملي صحيح؟ اه يا ماما بتقول، بس انا محدش يأثر عليا، ما تقلقيش. بنت كلامها سخيف كده. يا امي انا محدش يأثر عليا، انا بحب التعليم وبابا عايزني ادخل الجامعه وانا هدخل الجامعه. خلاص كده تمام تمام. يبقى سما خلاص هتكمل وهتدخل الجامعه زي باباها ما هو عاوز، ونفسه تخش الجامعه وتبقى كويسه ومتعلمه وخريجه جامعه. وميار هتشتغل. راح ابوها كلم فعلا واحد صاحب مزرعه في البلد اللي هم فيها، في القريه اللي هم فيها، عشان ميار تشتغل عنده. راحت اشتغلت وجت على اخر الشهر قبضت الايه، المرتب. روحت البيت قبضت ابوها قال لها: هاتي. قالت له: ايه؟ قال لها: هاتي المرتب. طب اديني جزء منه. قال لها: تعملي بيه ايه؟ انت بتمشي لحد المزرعه ولا بتركبي ولا بتعملي حاجه، والاكل بتاخدي الاكل من هنا من البيت، خلاص. وراح واخد منها المرتب كله. انا هشيلهولك، مش انت عايزه تجهزي، انا هجهزك. وايه وخلاص على كده.
كانت فاكرة بقى إن هي هتقبض بقى وتتبسط وتفرح بالمرتب، لقيت أبوها خده كله، ما سابلهاش حتى منه حاجة. بقت من هنا لهنا، من المزرعة للمصنع، ل... لبتاع دون، لمكان بيربوا فيه الدواجن، مزرعة دواجن. من هنا لهنا لهنا متمرمطة تشتغل وأبوها ياخد الفلوس. لحد في مرة باباها نازل المركز يجيب حاجات. انتوا عارفين ان القرى بيبقى ما فيهاش محلات كتير، يعني بتبيع حاجات مميزة زي ملابس، زي حاجات كده، أجهزة للبيت، كل الكلام ده. فرح الراجل نازل المركز عشان يجيب حاجة من الحاجات دي، وهو راجع عشان يركب قابل على المحطة اللي بيركبوا منها للبلد واحد يعرفه من البلد، يعني أصدقاء كده، سلام عليكم وعليكم السلام. قال له: إيه أنت هنا خير في المركز بتعمل إيه؟ قال له: أبدا، ده أنا جاي عشان كنت بقبض المرتب بتاع بنتي. قال له: بتقبضه منين؟ قال له: أصل بنتي شغالة هنا في عند ناس طيبين، بيأكلوها وبيشربوها وبيكسوها، وبتيجي أجازة وبيدوها المرتب وبيدوها فلوس فوق المرتب، فأنا باجي أقبض المرتب كل شهر وأسيب لها منه جزء برضه. عشان إيه؟ عشان هي لو حبت تجيب حاجة خرجت عملت، يبقى معاها إيه؟ يبقى معاها فلوس. بيقبضوها حلو يعني؟ قال له: آه بيقبضوها حلو قوي. بيقبضوها كام؟ قال له: كذا. قال له: إيه ده؟ ده كتير، ما شاء الله. طب أنا عايزك تشوف شغلانة لبنتي ميار. قال له: طب وماله، ان شاء الله الشهر الجاي لما اجي اخد المرتب اسالهم، كان عندهم ناس قرايبهم عايزين عايزين بنت، ولو كده اقول لهم على بنتك. قال له: لسه هستنى الشهر الجاي؟ ما تيجي نرجع تقول لهم دلوقتي. قال له: خلاص يلا نرجع مادام مستعجل. راح الراجل واخد ابو ميار ورجع لايه، للناس اللي بنته بتشتغل عندهم، ودخل سلم على الست هانم اللي هي مشغلاها وسالها. قال لها: في حد من قرايبك عايز بنت تشتغل؟ بنت كويسة وأمينة ومن بلدنا برضو، وده باباها، عايزة تشتغل. قالت له: طب استنى، هتصل بواحدة قريبتي أشوفها كانت عايزة بنت، أشوفها جابت بنت ولا لسه. تمام تمام. راحت ماسكة التليفون وعاملة اتصال. اتفضلوا مية. وعاملة اتصال بإيه؟ بصاحبتها ديًا، وسألتها، لقيتها لسه ما جابتش حد. قالت لها: طب أنا عندي حد، عندي بنوتة باباها واقف قدامي اهو، من بلد البنت اللي عندي في البيت، وكويسة زيها وكده. قالت لها: طب خلاص خليها ايه، تجيلي بكرة. راحت مدية للراجل ابوها العنوان، وقالت له: العنوان في الورقة اهو، تجيب بنتك بكرة وتيجي للست هانم اللي انا كلمتها، لو عجبتهم هيشغلوها، ما عجبتهمش هتقول لك خد بنتك وروح. قال لها: لا لا، دي هتعجبهم، دي كويسة وشاطرة ومش عارف ايه ونبيهة وبتفهم بسرعة وبتعمل وبتعمل ولهلوبة وانت حتى لو شفتيها ست هانم هتحبيها ومش هتسيبيها. قالت له: خلاص خلاص خلاص. الناس الهوانم دي ما بتحبش الرغي كتير. المهم، فراح الراجل ايه، ابو البنت اللي بتشتغل عندها بقى، قال له: يلا بينا بقى، مش قالت لك خلاص العنوان اهو، هاتها ووديها بكره، يلا بينا. معلش يا ست هانم. وراح واخد الايه، ابو ميار وماشي. ابو ميار روح نده على بنته: يا ميار يا ميار. ايوه يابا، في ايه؟ قال لها: اتفتحت لك طاقة القدر. قالت له: ليه؟ قال لها: اسمعي بس، هقول لك اهو. وراح قايل لها، قال لها: ايه بقى؟ قال لها: هتشتغلي في المركز في البندر، بيقولوا على المركز وكده البندر، ده البندر وده القرية. هتشتغلي في البندر، في بيت زي الفل، عند ست هانم جميلة، يا دوب هتساعديها، تعملي لها لقمة، تروقي لها، تكنسي لها. راحت البت اتنرفزت: ايه ده؟ يعني انت عايزني اشتغل خدامة؟ لا 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 لا، ما اشتغلش خدامة. والبنات هنا يقولوا عليا ايه، اشتغلت خدامة تحت؟ لا لا لا، انا مش هشتغل خدامة، والله لو قطعتني 100 حتة. راح ماسكها رازعها علقة.
وبعد ما رزعها على العلقة قالت له برضه مش هشتغل، وراحت داخلة نايمة. قعدت يعني مكان ما بتنام كده شوية تفكر لحد ما عينها راحت في النوم. التفكير نتج عنه ان هي قالت ايه بقى؟ قالت طب ما انا احسن من الايه، من القعده مع ابويا اللي كل شويه بيضربني، وما هو بياخد الفلوس اللي انا بشتغل بيها، يعني هو انا بعمل بيها ايه؟ انزل تحت احسن، اروح البندر اغير جو وايه واشوف هرتاح ولا لا، لو ما ارتحتش ارجع. المهم تاني يوم الصبح راحت قايله لابوها ايه، انا موافقه. قال لها شفتي بقى، ويا ستي من عندي هاخد نص المرتب بس بتاعك واسيب لك نصه تجيبي بيه اللي انت عايزاه. قالت له طب اتفقنا، وراح واخدها ونازل. راح للايه، للمكان اللي العنوان معاه في الورقه. لقاها فيلا كبيره وبوابه كبيره وحاجه هيلمان. فرحت البت بصت كده وقالت له وانا هشتغل في الفيلا دي؟ قال لها شفتي بقى، عشان تعرفي بقى ان انا بحبك وجايبك تقعدي في مكان، شايفه هتقعدي فين؟ قالت له بالراحه بس، يعني ما انا طلعت ولا نزلت خدامه؟ يعني هو انا هقعد هانم في البيت؟ قال لها بس هتعيشي فيها. قالت له اه يعني لو ما عجبونيش هرجع. قال لها طب خلاص لو ما عجبوكيش ارجعي. خبطوا وفتح لهم البواب ودخلت هي وابوها. لقوا الست هانم قاعده. ست هانم دي اسمها نادين. لقوا نادين هانم قاعده و... ورجل على رجل طبعا، حاجة كده يعني زواتي زواتي يعني. فراحت سألها اسمك ايه؟ قالت لها اسمي ميار، وبكنس وبطبخ وبمسح وطالعة من تانية اعدادي، دخلت تالتة اعدادي بس سقطت، يعني بعرف اقرا وبكتب. وعمالة ترغي ترغي ترغي. قالت لها بس خلاص، ايه الرغي ده كله؟ في ايه؟ انا سألتك عن اسمك بس. وراحت شخطة فيها. راحت ميار وقفت ساكتة كده. قالت لها بصي، أول حاجة ما بحبش الرغي، تاني حاجة بحب الأمانة، إيدك لو اتمدت على حاجة هقطعها لك، سامعة؟ قالت لها سامعة. تالت حاجة ما تتطوعيش وتتدخلي في أي حاجة مالكيش فيها، يعني ما لقيتيش كده متطوعة من نفسك وبتقولي رأيك في أي شيء، مش عايزاه رأيك أنا ده، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. حاضر يا ست هاني، المرتب اللي هتاخديه كذا. سمعت المرتب هي فرحت وابوها طار من الفرح. انت هتقبضيه، ابوك هيجي يقبضه، انتوا حرين مع بعض، ليكي كل اسبوعين يوم تروحي البلد، تروحي يوم وتجيلي تاني يوم. حاضر يا ست هاني. راح الراجل مشي. قالت له اتفضل انت بقى. راح ابوها مشي وراحت واخداها مطلعاها توريها ايه اوضتها. وادي اوضتك اهي اللي هتنامي فيها. اوضه بقى ما شاء الله، مش في بيتهم في البلد طبعا، وهتنام فيها لوحدها، سرير ودلاب وتسريحه وكرسي ولقت نفسها بقى يعني ايه، ادي اول حاجه قبها. هنام هنا يا ست هانم؟ قالت لها ايوه هتنامي هنا. البيت بقى مش نظيف لان اللي كانت بتشتغل فيه ماشيه بقى لها اسبوع، فعايزه البيت ده ما بحبش نقطه تراب موجوده، سامعه؟ قالت لها حاضر يا ست هانم. نادين هانم دي ما كانتش بتخلف، فما كانش البيت فيه عيال، كانت هي وزوجها بس. زوجها ده كان اسمه فؤاد. نادين بقى كانت مشغوله جدا عن زوجها، بمعنى ان هي تيجي خارجه تقول لميار يا ميار البيه ما فطرش، قبل ما يخرج فطريه. حاضر يا ست هاني. يا ميار البيه لما يجي يتغدى غديه. حاضر يا ست هاني. يا ميار شوفي الملابس بتاعت البيه اللي عايزه تروح للمكواجي وديها. حاضر يا ست هاني. يا ميار شوفي هدوم البيه اللي عايزه تتغسل اغسليها. حاضر يا ست هاني. ميار طبعا كانت بتبات في البيت، فزي ما قلت لكم كانت بتاخد اجازه كل اسبوعين، فميار كانت هي اللي بتعمل كل حاجه. الهانم نادين هانم
كانت مشغولة جدا عن زوجها خالص. يعني ممكن يمشي وهي نايمة ويجي ينام قبل هي ما تيجي من بره، او تيجي من بره تنام وهو يجي ينام من غير ما يشوفها برضه. ممكن يقعد بالثلاث اربع ايام ما يشوفهاش. تخرج تتفسح مع اصحابها. يا ميار انا رايح انا واصحابي يومين الساحل تصيف يعني تغير جو. خدي بالك من البيت. حاضر يا ست هاني. وتغيب باليومين وبالثلاثه بره مع اصحابها وكل حاجه. يا ميار يا ميار شوف البيت. ميار لما شافت الوضع كده بقت متغاظه قوي. بقى في حد يبقى متجوز راجل محترم كده وطيب كده؟ كان فؤاد بيه بقى ده جوزها راجل طيب ومحترم وخلوق وذوق وكريم وكل حاجة. وكان بيعامل ميار بطريقة كويسة جدا. يعني في الوقت اللي نادين هانم كانت بتشخط فيها وتنطر فيها وتزعق لها ودايما تتعصب عليها، لكن فؤاد بيه ما كانش بيعمل كده أبدا. فرحت ميار زقزقت في دماغها وقالت هو مش في الأفلام ممكن البيه بيتجوز الشغالة؟ طب ما أنا ممكن أتجوزه. طب اهتم بيه كده واهتم بنفسي واجرب كده واشوف الدنيا هتعمل ايه. المهم بدأت فعلا تحط كحل، تسيب شعرها، تصبغ شعرها، تهتم بلبسها، مش عارف ايه، تهتم بيه. بص يا بيه انا عملت دي عشان خاطرك، انا جهزت لك الفطار ده بالشكل ده عشان يريح معدتك، معرفش كلام من ده. المهم تحاول تلفت انتباهه ان هي مهتمة بيه شوية زيادة. الراجل ولا هو هنا، فؤاد بيه ولا هو هنا، ما فيش في خطته اصلا ان هو يبص للشغاله لو حتى عملت له اراجوز. كده كده مش هيبص لها. المهم خلاص فقدت الامل. وهي بقى ماشيه كده في الدنيا، بتخرج طبعا تشتري الحاجه، الخضار والحاجات لوازم البيت، وبتروح وتيجي. اتعرفت على كام شغاله في الفيلا اللي حواليهم، بقوا يرغوا مع بعض. اتعرفت على المكواجي وبتاع الكهرباء ومعرفش ايه. المهم عملت علاقات. في الوقت ده الواد المكواجي عجبته ففكر يتجوزها. راح قايل لها ايه ان هو عايز يتجوزها. هي عايزه تقول لابوها، قالت له ايه طب عموما انا هفكر. قال لها تفكري ايه بس يا ميار؟ ما يعني الواد المكواجي بقى كان اسمه زكريا. يا زكريا هفكر، امال هرد عليك كده على طول؟ مش لازم افكر الاول؟ هي موافقة بس ايه انتوا عارفين بقى يعني تقل البنات يعني. لا هفكر، لا مش عارف ايه، تخليه كده ايه يتشغل شوية. هفكر. قال لها طيب فكري وردي عليا. نسيب ميار بقى ونروح لمين؟ لسما. سما خلصت الثانوية ودخلت الجامعة وخلصت الجامعة ما شاء الله عليها وعايزة تشتغل. دخلت كلية تجارة قسم محاسبة، وعشان تشتغل عايزة تشتغل محاسبة. أبوها كان خلاص كبر وطلع معاش، والمعاش بتاعه قليل، يا دوب بيجيب العلاج ليه هو ومراته، ويعني يفضل حاجة بسيطة يصرفوا منها في البيت. فطبعا سما كان نفسها تشتغل عشان تساعده. يعني هم صرفوا عليها كتير وكان نفسهم تخلص الجامعة وخلصت، فنفسها بقى تشتغل عشان ايه؟ تساعد باباها. المهم عمالة تدور على شغل وتدور وتدور، وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، وتسأل شمال ويمين عشان تلاقي شغل وتقدر تشتغل. والآخر قاعدة مع واحدة صاحبتها من البلد، من القرية اللي هم فيها. قالت لها ايه؟ بتقول لها مش لاقيه، مالك متضايقه ليه؟ راحت سما قالت لها مش لاقيه شغل. قالت لها مش لاقيه شغل؟ قالت لها اه، مش عارفه الاقي خالص شغل، مش عارفه اعمل ايه، ومتضايقه. يعني بابا خلاص بقى على المعاش، والفلوس اللي بيجيبها يا دوب على قد العلاج، بيفضل حاجه بسيطه قوي للبيت، وده مضايقه جدا ومضايقنا انا كمان. نفسي اشتغل عشان اعوضهم شويه واساعد ابويا شويه واحس ان انا عملت حاجه، مش كده يعني ايه اتخرجت وخلاص، ومش عارفه اعمل ايه.
قالت لها طب انا عندي حل. قالت لها خير، ايه هو الحل؟ قالت لها البت ميار انا سامعه ان هي بتشتغل عند ناس كويسين قوي تحت. قالت لها تحت فين؟ قالت لها في البندر، ما انت عارفه. قالت لها اه في المركز. قالت لها اه. قالت لها بس انا ما اعرفش هي بتشتغل فين. قالت لها انا يا ستي عارفه، بتشتغل عند واحد ومراته، ناس كده طيبين جدا وما عندهمش عيال ومرتاحه اخر راحه، والراجل ده عنده اجانس عربيات، فممكن تشتغلي عنده. قالت لها بس هتبقى الواسطه بتاعتي الشغاله بتاعت البيت، انا اتحرج. قالت لها يا ستي ولا تتحرجي ولا حاجه، هو في حد دلوقتي بيشتغل الا كده؟ لازم حد يكون عارفك يقول لحد عايز ناس تشتغل عشان تشتغلي. الناس كلها بتشتغل كده، محدش بيشتغل من نفسه دلوقتي. قالت لها ايوه اشتغل بواسطه، بس الواسطه تكون شغاله. انا مش عارفه. قالت لها يا ستي قولي لها، بس لما تيجي قولي لها. قالت لها طيب. فلما ميار راحت اجازه، راحت ايه، قابلتها وقالت لها ازيك يا سما، عامله ايه، اتجوزتي ولا لسه؟ قالت لها لا لسه، انا خلصت الجامعه وعايزه اشتغل. خلصت الجامعه؟ قالت لها اه. خلصتي ايه بقى؟ قالت لها كليه تجاره قسم محاسبه. طب وانت كده تشتغلي ايه؟ قالت لها امسك الحسابات. امسك الحسابات في شركه، في بنك، اشتغل في اي حاجه زي كده، في اجانس عربيات. قالت لها لا والله. قالت لها اه. قالت لها انا كنت عايزه منك خدمه يا ميار. قالت لها قولي. قالت لها الناس اللي انت بتشتغلي عندهم مش هم عندهم اجانس عربيات؟ قالت لها اه. طب ممكن تكلميهم عشان اشتغل في الاجانس؟ قالت لها اه وماله، من عينيا. بس كده؟ انت ناسيه ان احنا اصحاب واصدقاء من زمان. حاضر من عينيا. قالت لها طب شكرا يا ميار. طب يا حبيبتي ماشي. راحت ميار ماشيه. راحت ام راحت قصدي سما ماشيه. راحت ام ميار قالت لها ايه، بنتي يا ميار؟ قالت لها نعم يما. قالت لها انت هتشغلها صحيح في الاجانس؟ قالت لها لا طبعا. يعني هي تبقى شغاله موظفه وانا شغاله خدامه وعند نفس الناس؟ لا طبعا. قالت لها جدعه يا بت، جدعه. قالت لها لا يما ما ينفعش، ده يعني يجرح كرامتي. يجرح كرامتها. ما رضيتش. طبعا ما ردتش بقى على سما لا بآه ولا لا. يعني حتى مش ترد عليها تقول لها سألتهم ورفضوا، لا، ما ردتش عليها خالص. فقاعدة سما، وجت بقى صاحبتها اللي قالت لها على الموضوع ده، ها عملتي ايه، قابلتي ميار؟ قالت لها قابلتها وقلت لها وما ردتش عليا ولا بآه ولا بلا. قالت لها كمان؟ قالت لها اه. قالت لها البت دي حقودة من زمان. قالت لها فعلا، طول عمرها وهي بتحقد عليا وبتغير مني، حتى اما سابت المدرسة كانت نفسها اسيبها انا كمان. قالت لها تلقاها قالت هتشتغل انت موظفة وهي خدامة، عشان كده ما اتكلمتش. قالت لها طب وانا هعمل ايه؟ قالت لها انا اقول لك الاجانس ده فين وانت روحي اسالي. قالت لها بجد؟ قالت لها اه. طب وهي ما تزعلش؟ قالت لها ما تزعل، هي اشترت الناس اللي شغاله عندهم، هي مالها. وكبرتها في دماغ سما. راحت سما فعلا نزلت وبصت على الاجانس وعرفت المكان ودخلت الاجانس. سلام عليكم. عليكم السلام. طبعا فؤاد بيه اللي كان قاعد قال لها ايوه يا بنتي. نعم. لا يا ربي ما قالهاش يا بنتي، قال لها ايوه يا انسه، لان هو مش كبير. ايوه يا انسه. قالت له كنت عايزه اشتغل، انا معايا بكالوريوس تجاره قسم محاسبه، وكان نفسي اشتغل محاسبه، فلو عند حضرتك شغل يا ريت. قام قال لها بصراحه انا ما عنديش شغل، انا حاليا عندي محاسب ممتاز وشغال، بس ممكن تسيبي لي ورقك وتسيبي لي تليفونك، وانا لما احتاجك هتصل بيكي. حاضر. تمام. وهي لسه ماشيه راح ناديه عليها. قال لها يا انس؟ قالت له نعم. قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي سما. قال لها طب بص يا سما. سما بقى كان شكلها جميل والنقاء باين على وشها، وكمنها بتصلي وشها منور. يعني تلاقوا الناس اللي بتصلي على فكرة، لو تلاحظوا
الناس اللي حواليك وكده لما تلاقوا حد بيصلي تلاقوا وشه سبحان الله في نور، في قبول، في حاجة حلوة كده جميلة، اهي سمكت كده. فراح الراجل قال لها ايه، بقول لك ايه، انت لازم يعني تشتغلي محاسبة؟ قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني مش ممكن مثلا تشتغلي في العلاقات العامة، اه تشتغلي سكرتيرة شوية، تظبطي ملفات، يعني كده لحد ما احتاج، لان انا عندي صراحة محاسب واحد هو اللي شايل الشغل ومش محتاج محاسب تاني، وانا مش هقدر طبعا استغنى عنه، فانت تشتغلي كده معايا لحد ما ربنا يفرجها وتبقي تشتغلي محاسبة، ايه رأيك؟ قالت له خلاص ماشي موافقة. وافقت عشان تشتغل بدل ما هي قاعدة مش لاقية شغل. خلاص تيجي بكرة ان شاء الله من اول اليوم، قالت له حاضر. وروحت فعلا، قالت لباباها ومامتها وكانت مبسوطة جدا جدا جدا. خلاص هتشتغل، خلاص هتشتغل. كانت الميكروباص اللي بتركبه من القرية بتاعتهم لحد المحل كان بياخد له ساعة الا ربع كده، حاجة زي كده. فكانت بتروح وتشتغل، وبدأت فعلا تشتغل في أي حاجة يقول لها عليها. تقعد في العلاقات العامة، اللي داخل يسأل على حاجة تقول له وترد عليه، اللي محتاج أي حاجة تقول له نعملها كذا. تاخد بالها مثلا من أي زبون لو داخل عشان يشتري تقف معاه، ما تسيبش فؤاد بيه يقف لوحده، وهكذا. ففؤاد بيلاحظ إن هي يعني بسم الله ما شاء الله عليها نشيطة وشاطرة قوي، وقلبها على الحاجة وقلبها على الشغل، راح مزودها. فاتبسطت. بس انا ما استحقش الزياده دي، حضرتك بتديني مرتب كويس. قال لها لا، انت تستحقي اكتر من كده، انت فعلا بتعملي كل حاجه وخايفه على المكان وقلبك عليه وبتشتغلي اكنه مكانك مش اكنك بتشتغلي فيه. وزودها ايه في المرتب زياده حلوه، وكانت مبسوطه قوي. بدأوا بقى كلمه تجيب كلمه، كل يوم يجي يقول للواد الساعي، كان في ساعي طبعا بيعمل لهم مشروبات، بيشتري لهم حاجة من بره الكلام ده. كان كل يوم يجي يقول للواد الساعي ده روح هات لي سندوتشات كذا، هات لي فطار كذا، ويفطر وبعدين يشرب شاي. فروح هات لي العلاج بتاع المعدة. فقالت له ايه، معلش عايز اسأل حضرتك سؤال. قال لها اتفضلي. قالت له معدة حضرتك تعبانة. قال لها اه، ما انا باخد لها علاج. قالت له طب ما هي تعبانة عشان بتاكل على طول من بره، طب ليه حضرتك بتشتري سندوتشات وبتشتري فطار من بره، ليه مش بتفطر في البيت؟ قال لها يا ستي عشان انا ما بلحقش افطر في البيت، المدام بتبقى نايمة، فالبيت الشغالة يا اما اللي عندنا يا اما بتصحى تفطرني، يا اما لو ما صحيتش انا ما بندهش عليها. فقالت له طب يعني طب وليه المدام مش بتصحى تفطرك؟ قال لها اهو مش فاضيالي. وقفلوا الكلام على كده. قالت له طب ما كده معدة حضرتك هتفضل تعبان. قال لها طب يعني واعمل ايه؟ واعمل ايه يعني يا ست سما؟ وكانوا بقى خدوا على بعض ايه في الكلام. ولما سألته بقى عن معدته وفطاره وبتاع، بقت قريبة منه شوية، فبقوا يتكلموا كده عادي من غير حضرتك ومن غير الكلام ده. المهم نرجع بقى لمين اشتغلت بقى خلاص اهي. نرجع بقى لمين، لميار. ميار الواد المكواجي لما طلب ايديها قالت له بس انا هستمر اشتغل عشان ابويا بيحتاج نص مرتبي، ونص مرتبي مهم في البيت، ولو ما كانش هياخده مش هيوافق على جوازنا. قال لها طيب خلاص ماشي، مفيش مشكلة. والواد وافقها. زكريا ده كان طيب كده وابن حلال، وهي شخصيتها قوية، وهو يعني ايه اعجب بيها وقال اتجوز وافتح بيت. كان عنده شقة صغيرة كده، اوضتين وصالة عشان يتجوزوا فيها. راحت واخداه معاها في اجازة وهي ماشية راح البلد، خدته معاها، خدت زكريا معاها البلد عشان يقابل ابوها. من قبل ما تكلم ابوها، من قبل حاجه، من قبل ما تكلمه، لان هي عارفه ان ابوها ديته الفلوس،
ومادام الواد هيديله الفلوس خلاص. اعرفك يا ابويا زكريا. قال لها زكريا مين؟ وجايباه معاكي وانت جايه ليه؟ قالت له يا بابا ده جاي يطلبني عشان يتجوزني. جاي يطلبك؟ اه جاي يطلبني. قال لها طب مش كنت تقولي لي الاول؟ قالت له يابا ده كويس، ده كويس يعني ومش هيضايقك في اي حاجه. اولا احنا اتفقنا نتجوز عشان اقعد في البندر واشتغل على طول. قال لها يعني هتشتغلي بعد ما تتجوزي؟ قالت له اه هشتغل بعد ما اتجوز وهو موافق، انا بقول لك قدام اهو، وهديك نص مرتبي زي ما بديهولك وهو برضه موافق. وعشان يابا ما افضلش رايحه جايه، اتجوز هناك واقعد هناك وابقى قريبه من شغلي واشتغل على كده. قال لها خلاص تمام تمام جوزها. ما هو يهمه ان هي تديله الفلوس زي ما هي بس. فهي قالت بدل ما الآه عايز يجوزني واحد من البلد واقعد تاني هناك، لا انا اتجوز زكريا واقعد هنا ايه في البندر. فعلا اتجوزوا وقعدوا مع بعض. هي بقى كانت زي ما بقول لكم كده شخصيتها قوية. جاية في مرة زكريا ده راجع البيت ما لقاش اكل، فبيقول لها من اولها كده، بيقول لها فين الاكل يا ميار؟ قالت له اكل ايه؟ قال لها مش المفروض ارجع على البيت الاقي اكل اكل؟ قالت له يا سلام، ده على اساس ان انا قاعده في البيت ما وريش حاجه غير ان اعمل لك الاكل؟ ما انا بشتغل انا كمان وبصرف في البيت انا كمان، انا تعبانه وهخش انام. قال لها طب وانا اكل ايه؟ قالت له كل اي حاجه، كل اللي تاكله. طب وانت مش هتاكلي؟ قالت له انا عايز اكل بس مش قادره فهخش انام. قال لها لا طب استني، انا هنزل اجيب اكل وما تناميش وهجيب الاكل واجي ناكل سوا. قالت له طب مش هنام، انزل هات اكل. ده انت دبانه رخمه، جت منين دي؟ المهم ايه، نزل جاب اكل، احترم نفسه كده من قصيرها وطلع كلوا مع بعض وقعدوا مع بعض شويه. فكان شخصيتها قويه عليه قوي. طبعا لما اتجوزت بقى ميار ما بقتش تبات في البيت، فاصبح فؤاد بيه ما بيفطرش في البيت خالص. لاحظت مين؟ سما. قالت له يعني حضرتك دلوقتي ما بتفطرش خالص ولا يوم في البيت، كل يوم بتفطر هنا؟ قال لها اه ما هي البنت اللي كانت بتشتغل اتجوزت فما بقتش تبات في البيت عندنا، فخلاص بقى ولا يوم ولا يومين، كل يوم هنجيب اكل جاهز، يلا يعوض علينا ربنا في معدتنا بقى. فراحت لما روحت بتحكي لمامتها. مامتها بقى كانت بتقول لها ايه، كانوا بيحبوا يحكوا مع بعض، ما عندهاش غيرها بقى، بيحبوا يحكوا مع بعض وتاخد رأيها وتقول لها وتدردش معاها. فبتدردش مع مامتها وبتقول لها ان هو راجل طيب وراجل كويس وكده ومراته ما بتخلفش وبرضه مستحملها وعايش معاها. وتصدقي يا ماما حتى الفطار ما بتقومش تعمل له فطار، بيقول لي بقعد بالثلاث ايام ما بشوفهاش وبتخرج وتسيبه والكلام ده كله. فقالت لها ليه كده؟ قالت لها اهو ما اعرفش بقى، ومن كتر الفطار اللي بياكله من بره والاكل اللي بياكله من بره اللي مش صحي معدته على طول تعبان، صعبان عليا قوي. قالت لها طب بصي، امها بقى بتقول لها طب بصي انا عامله شويه قراقيش وانت عارفه ان انا بعملهم حلوين، خدي شويه وخليه يفطر منهم مع كوبايه شاي وما يشتريش فطار من بره. قالت لها خلاص ماشي. راحت مدياها حبه حلوين كده، قالت لها خليهم بقى في الايه، في المعرض عندكم وافطروا منهم. راحت واخداهم معاها تاني يوم وجاي يقول للواد هات فطار. قالت له لا انا جايبه معايا قراقيش حضرتك هتفطر منها وتبقى زي الفل. قال لها جايبه قراقيش؟ قالت له اه دي ماما بتعملها حلو قوي. قالت لها طب يا ستي ماشي دوقيني عمايل ايدين ماما. قالت له لا استنى لما اعمل كوبايتين شاي عشان القراقيش دي بتبقى حلوه مع الشاي. قال لها انت اللي هتعملي الشاي؟ قالت له اصل الواد ايه مش موجود النهارده. وايه يعني؟ وايه يعني يا فؤاد بيه لما اعمل لحضرتك الشاي؟ قال لها طيب ماشي. راحت عامله الشاي وجايباه وقعد كل قراقيش وشرب الشاي. الله، دي قراقيش مامتك حلوه قوي تسلم ايديها. قالت له خلاص بقى انا مش عايزه حضرتك تجيب سندوتشات تاني من بره، احنا هناكل القراقيش وانا هجيب لك سندوتشات معايا
وتفطر بيها وما تجيبش اكل من بره تاني. قال لها تجيبي لي سندوتشات معاكي؟ ينفع يعني يا سما اللي بتقولي ده؟ قالت له اه ينفع يا فؤاد بيه، ما ينفعش ليه؟ هجيب لك حاجه بسيطه يعني. قال لها طيب. بقت تجيب له معاها سندوتشات وهي جايه، ولما تخلص القراقيش مامتها تعمل غيرها، وسايبينها في المعرض يعملوا شاي وياكلوا كام قرقوشه، والدنيا ماشيه زي الفل. بدأ الراجل يتعلق بيها، وبصراحة زي ما قلت لكم سما كانت جميلة ولذيذة، وشها فيه القبول كده سبحان الله. فبدأ يتعود عليها جامد، وهي زي ما بقول لكم بقى بتعمل كل حاجة، علاقات عامة، وتقف معاه وهو بيبيع، وتكتب له الملاحظات والسندوتشات بقى والقراقيش ده كوم تاني خالص. ولو الواد مش موجود هي اللي تبقى بداله وتعمل له الشاي والكلام ده كله. لحد ما جه في يوم والمحاسب قال له ايه، انا ماشي وهسيب الشغل لان جالي سفرية وهسافر. قال له طب يعني ينفع كده؟ يعني تسيب الشغل من غير ما تقول لي قبلها عشان اجيب محاسب؟ طب ده كلام؟ طب انا اعمل ايه يعني دلوقتي؟ قال له تجيب محاسب ليه؟ قال له امال ايه يعني؟ قال له يا فؤاد بيه، ما انت عندك سما. قال له سما؟ قال له اه، سما كانت بتشتغل معايا في الحسابات، وانا معلمها كل حاجة، وهي ما شاء الله عليها فاهمة كل حاجة. هي تمسك الحسابات، وان كنت خايف من موضوع الضرايب اللي حضرتك بتقلق منه، هي عارفة بتعمل فيه ايه. قال له كمان؟ قال له اه، مسكها الشغل وانا واثق ان هي هتديره كويس قوي. كمان راح سائلها، اه يا سما، المحاسب بيقول لي كذا كذا. قالت له اه يا فؤاد بيه، اه، انا امسك لحضرتك الحسابات، مش احنا كنا متفقين على كده؟ قال لها اه بس انا ما اعرفش. طب انت اتعلمتي امتى؟ قالت له لا، ازاي بقى؟ لا لا، كنت بقعد معاه واتعلم، ده كلام. لا لا، ما تقلقش يا فؤاد بيه. ومسكت الحسابات وبقت تمام، ماسكه كل حاجه ما شاء الله عليها. فطبعا هنا فؤاد بيه بقى ما يقدرش يستغنى عنها خالص، الحسابات والشغل والسندوتشات والقراقيش والدنيا فله وعشرة على عشرة. في يوم من الايام نادين هانم كانت في البيت وبتسأل ميار، يا ميار خلصت اللي وراكي؟ قالت لها لا لسه ورايا شوية حاجات هعملها. قالت لها طب سيبي اللي في ايدك عشان هتخرجي معايا. هنروح فين؟ قالت لها بنت عمي والدة وعايزة حد ايه يساعدها شوية، فهاخدك معايا تساعديها ونرجع سوا. راحت ميار برطمت كده وقالت هو يوم بنت خالتك ويوم بنت خالك ويوم بنت عمك ويوم صاحبتك، انت لازم تهديني كده؟ راحت نادين هانم بتقول لها بتقولي حاجة يا ميار؟ قالت لها لا يا ست هانم، ما بقولش. وراحت ايه واخداها ومشي. طبعا زي ما بقول لكم بقى، نادين هانم دي كانت نرفوزه جدا فوق كده بقى، زي ما انتم شايفين، كانت بتاخد ميار من عند اي حد تشغلها وتطلع عينيها. وميار كانت ايه عايشه مع زكريا بالطول والعرض، ويعني قرفاه ومطلعه عينه، بس برضه عايشين والواد مستحملها. مرت الايام ومرت الشهور ومرت السنين، كام سنه كده، وفؤاد بيه لقى نفسه مش قادر يستغنى عن سما. ففكر يعمل ايه. راح عارض عليها عرض، قال لها بقول لك ايه يا سما؟ قالت له نعم. قال لها ايه رأيك لو تيجي تقعدوا هنا في البندر انت وماما وبابا؟ قالت له ازاي يعني؟ قال لها انا عندي شقة اوضتين وصالة كده محندقة، كنت قاعد فيها قبل ما اتجوز، مفروشة ومقفولة، تجيبي بابا وماما وتيجي تقعدوا فيها، بينها وبين الأجانس 10 دقايق مشي، تبقي رحمتي نفسك من المواصلات ومن المصاريف ومن الجهد، وتبقي قريبة هنا جنب المعرض. وانت شايفة ان انا خلاص ما بقاش ينفع استغنى عنك، انت شايلة ما شاء الله المعرض كله وما ينفعش استغنى عنك. قالت له طيب بس انا مش عارفة، انا عن نفسي الفكرة حلوة قوي بالنسبة لي، بس مش عارفة بابا وماما هيقولوا ايه، فانا هقول لهم واشوف. قال لها اقنعيهم، انت شاطرة وهتعرفي تقنعيهم. قالت له خلاص ربنا يسهل. راحت قالت لباباها ومامتها
وعرضت عليهم الفكرة. قالوا لها طب نجرب، احنا صحيح مش عايزين نسيب بلدنا ولا قريتنا، بس نجرب عشان انت ترتاحي من المواصلات. لو ما ارتحناش يا بنتي هنرجع. قالت لهم لو ما ارتحناش نرجع. فراح فؤاد بيه قال لها ويا ستي ان كان على الايجار انا مش هاخد منك ايجار. قالت له لا انا مش بفكر في الايجار. قال لها لا انا بفكر. راحت فعلا جابت باباها ومامتها وقعدوا في الشقة وعجبتهم واستمروا فيها. كده خلاص بقت قريبة من الأجانس وتمام، وهو اتأكد كده إن هي قاعدة، بس ده بقى مش مكفيه. أمال عايز إيه؟ عايز يتجوزها. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. عمال يفكر ويفكر ويفكر، واليوم اللي كان هيكلمها فيه سبحان الله تحصل حاجة غريبة. إيه هي؟ نادين هانم كانت هتاخد ميار وتروح المرة دي لبنت خالتها، عندها خطوبة بنتها وعايزاها تساعدها وتعمل معاها شوية حاجات. يلا يا ميار، يلا يا ميار. وهما ماشيين نادين هانم قالت لما افوت على الاجانس، بقالي كتير ما رحتش. معاها ميار وراحوا يفوتوا على على معرض العربيات، السيارات. وصلوا، سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فؤاد؟ قال لها ازيك يا نادين، طب مش تقولي ان انت جايه؟ قالت له انا كنت رايحه مشوار وقلت اعدي عليك، بقالي كتير ما شفتش المعرض. قال لها طب اتفضلي تعالي خش، هتقفي كده على الباب، خش. لسه بيقول لها خشي وخارجه سما بتقول له على حاجه في الحسابات، في حسابات في البنك وفي فلوس كذا، حضرتك هتوديها ولا وديها انا البنك؟ قال لها لا، وديها انت البنك وخرجي من البنك على البيت، خلاص كده ما ترجعيش على المعرض تاني. فرحت طبعا مراته نادين قالت له مين دي؟ قال لها دي سما، شغاله هنا بقالها شهرين. قامت قالت له طب وما قلتليش ليه؟ قال لها بس ما جاتش فرصه، ما جاتش مناسبه اقول لك. راحت ميار شافتها، قالت لها ايه ده سما، انت اشتغلتي هنا؟ قالت لها من غير ما تقولي لي. قالت لها ما جاتش فرصه. هي رخرة راحت رد نفس الرد بتاع فؤاد بيه وقالت لها ما جاتش فرصه. راحت نادين هانم قالت لها ده هو انتوا تعرفوا بعض؟ راحت ميار قالت لها دي من بلدنا وبلدياتي وقريبتي. راحت سما رد وقالت لها لا انا مش قريبتك، احنا مش قرايب، احنا من بلد واحده بس مش قرايب. راح فؤاد بيه قال لها طب روح انت يا سما. راحت ماشيه. راحت نادين هانم قالت له مش تقول لي طيب ان انت شغلت انسه معاك من امتى ده؟ قال لها ابدا، ده هي جت لحد هنا طلبت شغل وانا قلت ما رجعهاش يعني وما صدهاش، وبنت كويسه جدا شغاله وفي كل حاجه وحتى المحاسب مشي مسكت الحسابات، بصراحه يعني شايله الاجانس معايا شيل. طيب خلاص. قعدت معاه شويه وخدت ميار ومشيت، ما ادتش الموضوع اي اهميه. يمر الشهور وراح راح مكلمها تاني، قال لي سما انا عايز اتكلم معاكي. قالت له اتفضل. قال لها بصي بقى انا ما بعرفش الف ولا دور، انا هجيلك على طول دغري. قالت له اتفضل. قال لها انا معجب بيكي وبحترمك وبعزك وبحبك وعايز اطلب ايدك على سنة الله ورسوله، ايه رأيك؟ قالت له بس انت متجوز يا فؤاد بيه. قال لها طب وايه يعني، ما انا عارف ان انا متجوز. طيب انا ما اخطفكش من مراتك. قال لها تخطفيني ايه بس، فين الخطف ده؟ امال لو ما كنتش عارفه كل الظروف هي فاضيه لي؟ ده انا استثناء في حياتها. قالت له بحضرتك مكمل معاها ليه؟ يعني ما فيش اولاد وفي اهمال زي ما حضرتك بتقول، انا مش قصدي اخرب البيت ولا حاجه، بس ليه؟ قال لها يا ست دي ابوها موصيني عليها، وبعدين ابوها كان صاحب الاجانس ده وانا اشتغلت فيه وجوزني بنته لحد ما بقيت شريك في الاجانس بالربع، ولما وصاني عليها وابوها توفى هي ورثت الاجانس، فانا
يعني مش عايز اجرحها، وبقول مش مشكلة، مفيش نصيب في الأولاد، ما يجراش حاجة، ربنا يأذن ويبقى فيه أولاد. فبصراحة يعني ما أقدرش أطلقها، شايف إن أنا هبقى خنت الأمانة وده مش هيريحني، هيتعبني نفسيا. لكن عشان أتجوز عليها عشان أخلف ده حقي. هي وافقت تبقى موجود معاها زوجة تانية، ماشي، مش هطلقها. ما وافقتش وطلبت الطلاق، خلاص هطلقها، هي حرة، بس هي اللي تطلبه، مش انا اللي اروح اقول لها هطلقك. قالت له طب يعني وبصراحة، قال لها بصراحة ايه، بتبادليني نفس المشاعر ولا لا؟ انا حاسس ان انت بتبادليني نفس المشاعر. قالت له ما هو حتى لو ده صح بابا وماما مش هيوافقوا. قال لها لا، زي ما انت تقدري تقنعيهم، زي ما عرفت تقنعيهم وجبتيهم من القرية لحد هنا قعدوا في الشقة، وانا هساعدك. اتفقوا هما الاتنين يقنعوا باباها ومامتها، وهي فعلا فتحت معاهم الموضوع. وقعدوا طبعا في الاول يعارضوا، وليه تتجوزوا واحد متجوز وليه مش عارف ايه. المهم في النهاية هي وهو اقنعوا باباها ومامتها، واتجوزوا وعمل لها فرح كبير، واشترى لها شقة كبيرة بدورين من جوه، ويعني احسن من الفيلا. ما قالش بقى لمراته ولا جاب لها سيرة. فقال لها بقى ايه، انا مش هقول لها، لما تعرف هي من نفسها تعرف. اول حاجه ما بقاش انا قلت لها، تاني حاجه نعيش حلوين ايه شويه من غير مشاكل. وفعلا ما قالهاش، وعاشوا شهر شهرين لحد ما خدت بالها. بعد شهرين خدت بالها من ايه بقى؟ من ان فؤاد بيه بقى واخد باله من هدومه من لبسه، بيتاخر، بيبات بره. طب عرفت منين انه بيبات بره؟ هي شافته وقام مهتم بنفسه. لا، عرفت منين بقى انه بيبات بره؟ ان هي كانت مره سهرانه مع صاحباتها وجت متاخره، فجت متاخره دخلت اوضته ما لقيتوش نايم، بتطمن عليه، يعني بتشوف بايت في البيت ولا لا. لا العظيم، ستات ما يعلم بها الا ربنا. المهم فما لقيتوش ايه نايم. لما جت الهانم ميار الصبح الشغل، فبتقول لها ايه، بعد ما صحيت بقى لان نادين هانم ما لقيتوش دخلت نامت. لما جت بقى ميار الصبح بتقول لها ايه، انت شفتي البيه لما جه؟ قالت لها لا يا ست هانم. طب ما تعرفيش جه ولا ما جاش؟ قالت لها ما افتكرش انه جه يا ست هانم، لان الاوضه بتاعته مترتبه زي ما هي، ما شكلها ما حدش نام فيها. قالت لها انت مش ملاحظه يا بنت يا ميار، مش ملاحظه ان البيه متغير؟ قالت لها ما هو انت يا ست هانم يعني ما بتسمعيش كلام حد وما بتدينيش فرصه اتكلم. قالت لها تتكلمي تقولي ايه؟ قالت لها اه انا ملاحظه ان البيت اتغير، وما يتغيرش كده إلا لما تكون في ست في حياته. قالت لها ست؟ قالت لها اه، مش بعيد يكون اتجوز. قالت لها كمان؟ قالت لها ما انت يا ست هانم بصراحه مهمله فؤاد بيه خالص، يعني ما بتهتميش بيه خالص في اي حاجه، ده حتى الفطار ما بيفطرش في البيت. قالت لها طب امشي امشي من قدامي. مشيت طبعا ميار بتبرطم، انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه اللي بنبه. بتبرطم بتقولي ايه، ما بقولش حاجه يا ست هانم، وراحت ماشيه. طبعا نادين قعدت تفكر، لا ده كده الموضوع فيه كلام، راحت مكلفه حد يراقب فؤاد بيه. بعد ما راقبه لقى فعلا ان هو متجوز وعايش في شقه، وعرف لها الشقه، وراح قال لها اتجوز وعايش في شقة وخد لها شقة كمان. اه مين؟ قال لها البنت اللي كانت شغالة عنده في الايه، في الاجانس. يا خبر اسود، طبعا اتجننت. نادين بتحبه، بتحبه جدا، بس اهي يعني عارفين بقى اللي ايه، اللي تحس ان خلاص ده جوزها، مطرح ما تحطه هيتحط، مش مش مدية احتمال ولا 1% ان هو يروح شمال ولا يمين، خلاص. المهم فكرت بقى وحبت ايه تعمل عليه كبسة زي ما بنقول.
في يوم بقى من الايام اللي هي قررت تعمل فيه الكبسه ده، كانت سما راحت للدكتور، حست باعراض حمل، وراحت للدكتور اتاكدت انها حامل، وبتقول لمين؟ لجوزها. فؤاد قال لها نعم. قالت له ليك عندي خبر هيفرحك جدا. قال لها قولي. قالت له انا حامل. مش ممكن. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. والراجل بقى يتنطط من على الارض. ما تعمليش وما تسويش وما تشيليش وما تجيبيش والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. طبعا هو عايش سنين مع نادين، ما فيش اولاد. وكان يقول لها طب اكشفي، طب اعملي عمليات، طب سوي، تقول له لا اخاف على جسمي كمان. المهم فرح جدا طبعا لما سما قالت له ان هي ايه؟ حامل. هما الاتنين فرحانين بالخبر، ولقى جرس الباب بيرن. بص التوقيت، سبحان الله. فقال لها انت مستنيه بابا وماما جايين ولا حاجه؟ قالت له لا. طب مش قايله للبواب يجيب لك حاجه؟ قالت له لا. قال لها امال مين؟ خرج بيفتح الباب، لقى نادين في وشه. فراح بص لها، نادين؟ قالت له اه اوعى. وراحت زقاه وداخله. هي دي بقى اللي انت سبت البيت عشانها؟ هي دي اللي انت بقيت تبات بره بسببها؟ هي البت دي اللي انت جاي تقعد معاها كام ساعة؟ هي دي مش عارف ايه، يا خطفت الرجالة، والكلام بقى السخيف اللي بيتقال في المواقف دي. قال لها ما تغلطيش فيها، دي مراتي. يعني نزوة وهتعدي وهتطلقها؟ قال لها لا، لا نزوة ولا هتعدي ولا هطلقها. سما مراتي، وكلها كام شهر وهتبقى ام ابني. سما حامل كمان. اه كمان. وانتي قدامك كذا حل، والله موافقه بالوضع وانت ما قلتليش. قال لها انا كنت هقولك كده ولا كده، كنت هقولك، بس انا ما قلتلكيش مراعاه لشعورك، مش افضل مش اكتر من كده. لكن انا كده كده كنت هقولك. انت موافقه تستمري على كده، انا ما عنديش مانع. مش موافقه وعايزه تطلقي، اطلقك. طب ومعرض العربيات؟ قال لها انا بتاعي، انت نسيت؟ قال لها لا، انا ما نسيتش، انا ليا الربع. عايزه تديني فلوسي ونفضها، انا ما عنديش مشكله. اللي يعجبك انا هعمله لك. راحت سايبه البيت وخارجه، مروحه على بيتها وقعدت تعيط. هو قال لسما معلش يا سما، انا هروح وراها اشوفها عشان ما اضمنش هتعمل ايه. راح وراها لقاها قاعده منهاره وعماله تعيط. قعد وقعد يتكلم معاها. قال لها بصي، انا مش عايز اطلقك، وعايز احتفظ بيكي، وانا قلت لك اعملي عمليات، طب اتعالجي، طب روحي للدكتور، انت ما سمعتيش الكلام. وانا نفسي ابقى اب، وده حقي. وانت لو موافقه على كده انا ما عنديش مانع، وسما كمان ما عندهاش مانع. هي موافقه تبقى زوجه تانية، وما جابتليش سيره خالص ان انا اطلقك. وانا قايل لها ان انت غاليه عليا ومش هطلقك، فلو انت موافقه انا ما عنديش مانع، وزي ما بروح عندها هاجي عندك. فقعدت كده و... وسكتت كده شويه، وبعدين قالت له يعني في النهايه اتجوزت عليا؟ قال لها معلش، عايز ابقى اب وده حقي. قالت له طيب، طب روح لها، ما تباتش هنا النهارده، مش هقدر اشوفك. قال لها خلاص، لما تعوز اجي اتصل عليا. راح فعلا سابها ومشي، وهي يومين كده وراحت متصله عليه. راح رايح لها، قالت له انا مش هتطلق، انا بحبك ومش هتطلق. قال لها خلاص ماشي، وانا عندي كلامي، بس ما تهملنيش. قال لها لا مش ههملك، ما اقدرش اهملك، انت عشرة عمري وامانه من ابوكي، وانا مش هقدر اهملك. اتفقوا على كده، اتفقوا على كده. طلعت غلبها بقى في مين؟ في البت ميار. انت اللي جبتيها وهي بلدياتك، وتلاقيكي حكيت لها وعرفت نقط ضعفه وعرفت تدخل له منين، وراحت طرداها، مش عايز اشوفك هنا تاني. ومشت ميار.
لما عرفت بقى ان سما حامل قالت لا كده ما ينفعش. خلاص بقى هي قالت لجوزها مش هتطلق وايه، وفضلت العلاقة مستمرة. عايزة تفكر بقى ازاي تخلي سما تسقط وما تكملش الحمل. نبدأ بقى في الشر. تلجأ لمين؟ لميار. راحت لها البيت. ميار اول ما شافتها قالت لها نادين هانم وعندي هنا في البيت، مش معقول، اتفضلي وخشي. ورحبت طبعا بيها ودخلت. قالت لها يعني انت تبقي شغاله عندي وتجيبي واحده تتجوز جوزي؟ قالت لها والله ما اعرف، ده انا اتفاجئت، والله ما اعرف ان هي اتجوزته، ولا انا اللي شغلتها، ده هي اللي جت، دي طلبت مني وانا ما رضيتش. وقعدت ايه تبرر لها. قالت لها طيب انا عايزاكي تنزلي الشغل عندي من بكره عشان نتكلم مع بعض ونشوف هنخلص من الطفل اللي هي حامل فيه ده ازاي. هي حامل كمان؟ قالت لها اه. قالت لها حاضر. راحت ميار اشتغلت عندها تاني ورجعت عند نادين هاني. شافها مين؟ فؤاد بيه. قال لها بصي بقى يا ميار، انت يوم هنا ويوم عند سما هانم. قالت له انا اروح اشتغل عند سما؟ قال لها سما هانم، انت مش كده كده بتاخدي فلوس اخر الشهر؟ تشتغلي هنا ولا تشتغلي هناك هيهمك في ايه؟ بكره تكوني عندها. خدي العنوان من ستك نادين. حاضر يا بيه حاضر. ودخلت بقى لنادين متضايقه ومتزربنه. احنا ما اتفقناش على كده، انا ما اروحش اخدم البت اللي اسمها سما ديا، انت قولي له لا، هو بيقول. قالت لها طب اخرجي دلوقتي مش هينفع نتكلم وهو موجود. هو كان هيبات في البيت اليوم ده، فبات وصحي التاني يوم وهو خارج بيأكد على ميار تروح لمين؟ لسما. هو مشي من هنا وميار بتقول ميار بقى كانت جت طبعا، روحت بات في بيتها وجت بتقول بقى لنادين هانم هنعمل ايه؟ انا مش هروح انا اعمل لها الحاجه، مش هشتغل انا عند سما. قالت لها اسكتي، انا فكرت، ده لمصلحتنا، انت اما تبقي عندها في البيت نقدر نخلص من الجنين ده بسرعه، ولما نخلص من الجنين اروح انا بقى اعمل عمليات واخلف ويبقى فؤاد ليا تاني لوحدي زي الاول. قالت لها لا بس انا، قالت لها في اعشاب وفي حاجات بتتحط في الاكل وفي المشروبات تخليها تسقط. لا بس انا كده اروح في داهيه. قالت لها انا هديكي مبلغ كبير ومحدش هيروح في داهيه ولا حاجه، هو مين اللي هيعرف؟ واتفقوا هما الاتنين على كده. وافقت هنا ميار تروح تخدم مين؟ سما. راحت لها ووضحت لها بقى انا فرحت لك وانا مش عارف ايه ودي نادين هانم دي ما تستاهلش قالت لها بقول لك ايه، ما تجيبليش سيرتها، ولا بطيب ولا براضي، لا تقولي عليها حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، انت تيجي هتعملي اللي تعمليه وتمشي وبس. راحت طبعا ميار اتغاظت، هتعملي عليا هانم، اعملي وتمشي وتقولي وما تقوليش، وبقت مش عاجبها الكلام خالص. المهم تمر الايام وهي عماله تحط لها اعشاب وحاجات في الاكل وفي العصير عشان تسقط، لكن سما سبحان الله ما بتسقطش. مين اللي متضايقه؟ نادين. انت ما بتعمليش، وبتزعق بقى الميار، والله بعمل والله بسوي مش عارف ايه. نادين بقى مستعجله، راحت رايحه لسما البيت. طب رايحه لها ليه؟ اهو رايحه لها بقى عشان تسيب جوزها باي شكل. راحت خبطت دخلت وعارفه ان جوزها في المعرض. قالت لها بقول لك ايه، انا بحب جوزي ومش هسيبهولك، انت سامعه ولا لا؟ عايزه فلوس خدي، مش عايزه فلوس انا هعرف اخليكي تسيبيه. قالت لها انا ما اقدرش اتطلق منه، ده انا حامل، ده ابو ابني. انت عايزه تطلقي انت حره، عايزه تقعدي انت حره، انا ماليش دعوه بيكي. دي سما اللي بتقول لها، بتقول لنادين. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها يعني ما اعرفش، ما ينفعش اتطلق، ده خلاص ابو ابني، وبعدين انا بحبه. طب ما انا كمان بحبه وهو جوزي، انت اللي خدتيه مني. قالت لها انا ما خدتوش منك، انت اللي كنت مهملاه ومش واخده بالك منه خالص ولا اكنه متجوز ولا مخلف، فمن حقه يتجوز.
وانا ما قلتلوش لا يطلقك ولا اي حاجه، وديكي عايشه معاه، انا ما اتكلمتش. المهم ان نادين اتغاظت قوي من هدوء سما ومن ردودها اللي مخليها مش عارفه تعمل ايه. كان في فازه على السفره، راحت ماسكاها وخابطه سما على دماغها، راحت سما وقع في الارض والدم نزل. اتخضت واتلهوجت وراحت خارجه جري. في خرجتها وسايبه الباب مفتوح، قابلتها مين؟ ام سما كانت جايه تزورها، فبصت لها كده واستغربت، ما تعرفهاش. خارجه تجري ولقت باب الشقه بتاع بنتها مفتوح، دخلت لقت بنتها واقعه في الارض والدم نازل، قعدت تصوت، اتلموا الجيران راحوا طالبين الايه؟ الاسعاف. جت شالتها وراحوا المستشفى. طبعا حادثه دايما الشرطه بتروح المستشفى يشوفوا ليه، لان الدكاتره بيبلغوا بيخافوا. لما جت الشرطه بتسال، راحت مامتها، طبعا سما كانت في اوضه العمليات بقى مش دريانه بحاجه لسه، بيسعفوها من الدم ويشوفوا هيعملوا معاها ايه. راحت مامة سما قالت لهم اللي ضربت بنتي مرات فؤاد، مرات يعني ضرتها، مرات فؤاد الاولانيه، وانا عارفاها وعارفه شكلها واقدر اتعرف عليها، كنت اول مره اشوفها. راحوا مستدعيينها، انت عملتي كذا كذا، هي دي؟ قالت لهم اه هي دي، انا شفتها وهي خارجه من الشقه بسرعه. حققوا معاها، وطبعا حبسوها على ذمه التحقيق لحد ما يحولوها على النيابه او على كده، على النيابه، وعملوا المحضر. المهم اول بقى ما فاقت سما جاي الايه؟ البوليس عشان يسالها هي برضو عن اقوالها، وهي اللي عملت فيها كده ولا لا. راح فؤاد طلب منها عشان خاطري ما تاكديش الكلام اللي قالته والدتك وانكري، لان هي برضو عشرة عمر وامانة الراجل زي ما قلتلك، وانا جوزها ومش هقدر استحمل اسيبها تتحبس او الكلام ده، فعشان خاطري غيري اقوالك وانا هطلقها وتخرج من حياتنا خالص. راحت وافقت سما، وافقت جوزها في الكلام. لما جه البوليس سالها انكرت وقالت لا ده انا اللي اتزحلقت ودماغي اتخبطت في ايه؟ في الكرسي. وافقت على كده وطلعت نادين هانم من القصه. بعد ما روحت، بعد ما خرجت من بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما خرجت من المستشفى وجوزها روحها البيت، راح لمين؟ راح لنادين، ولا احنا هنتطلق وكل واحد يروح لحاله، كفايه اللي انت عملتيه، كنت هتخليني اخسر مراتي وابني، وانا قلت لها تنازلي عشان ما تتحبسيش وسمعت كلامي، وانا كده هطلقك كل واحد يروح لحاله. قالت له هتطلقني عشانها؟ قال لها اه، عشان العمايل اللي انت عملتيها، انا مش قادر اصدق ان انت بقيتي مجرمه وتعملي حاجه زي كده. طب ما تطلقنيش وانا مش هعمل حاجه تاني واديني فرصه تانيه، وبتتحايل عليه، راح سايبها وماشي. سابها ومشي في الوقت بقى اللي هما الاتنين عمالين يتخانقوا، سما ونادين والكلام ده، والدنيا والعه كلها كده. مين بقى اللي عايزه تستغل الكلام ده كله؟ ميار. ميار بقى كانت حقودة جدا ونفسها أمارة فعلا، وبتأمرها دايما بالسوء. هي دي النفس الأمارة بالسوء اللي أنا مخلية عنوان القصة عليها، نفس ميار. كانت دايما تقول لي اشمعنى دي هانم وأنا هانم ودي هانم، المفروض أنا اللي أبقى هانم، مين اللي فرض ده؟ هي اللي فرضته. طب هتبقي هانم إزاي؟ كان كل تفكيرها بقى إزاي أبقى هانم. دخلت وهي نادين هانم متضايقه وجوزها قايل لها ان هو هيطلقها ومشغوله بقى وعماله تعيط ومنهاره. راحت ميار دخلت تبص في الدولاب، لقت صندوق كبير كده مليان صيغه محطوط في الدولاب، مجوهرات بقى والماظ والصندوق يعني عارفين
كنز علي بابا. راحت بصت له كده، وعلى طول دماغها فكرت في الشر. راحت حاطه الصندوق في الارض، وفردة ملاية كده صغيرة عشان تفضي فيها الصندوق، ولا أشرب كبير باين ولا طرحة عشان تربطه وتاخدي الحاجة. دخلت مين؟ نادين هانم. انت بتعملي ايه؟ انت عايزة تسرقيني يا حرامية؟ انا هطلب لك البوليس يحبسك. وسابتها ولفت رايحة عند التليفون عشان تطلب لها البوليس. راحت على طول ميار ما سابتهاش تطلب البوليس. راحت ماسكة، يعني عايزة ايه بقى اقول لكم اسمه ايه؟ شمعدان. شمعدان من اللي هو بيبقى القرص بتاعه من تحت كده نحاس وفيه كبوز. راحت ماسكاه وراحت ضرباه على دماغها، على نافوخها، سقطت ما حطتش منطق. راحت حاطه ايدها هنا كده، ميار حطت ايدها على رقبتها، حطت ايدها على نفسها، لقيتها خلاص خلصت. راحت واخده الشمعدان اللي ضربتها بيه عشان عليه بصماتها، وراحت حطاه في المنديل الكبير، وراحت فضيه الذهب بصندوقه، وراحت ربطاهم واخداهم مروحاهم البيت عندها. وسابت الست ايه؟ نايمه في دمها زي ما هي، وقفلت الباب ومشيت. ما هي كان معاها مفتاح. قعدت تفكر اعمل ايه اعمل ايه عشان الفت الانتباه بعيد عني، اروح لسما اعمل لها شويه حاجات. راحت لسما وخبطت عليها. سلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لها جايه دلوقتي ليه؟ كانت رايحه لها بقى على اخر اليوم كده، في وقت مش بتروح لها فيه خالص. قالت لها ايه يا ميار جايه ليه؟ قالت لها قلت اجي يا ست هانم اعمل لك اي حاجه، ما انا عارفه ان انت حامل وتعبانه، وبعدين الخبطه كمان اللي اتخبطتيها دي في دماغك، يعني انا عارفه ان انت تعبانه. قالت لها بس انا مش عايزه حاجه، ماما كانت هنا وعملت لي اللي انا عايزاه، شكرا. قالت لها طب اخش المطبخ، اكيد هلاقي حاجه اعملها. ما هي مش عايزه تمشي، عايزه تعمل حاجه في دماغها. دخلت المطبخ، عملت شويه حاجات. استنت لما سما دخلت الحمام، وراحت داخله جري على اوضه النوم. تعمل ايه بقى؟ حطت في الدولاب بتاع سما كم حاجه كده من المجوهرات بتاعت مين؟ بتاعت نادين، عشان التهمه تبقى تتهم فيها مين؟ سما. يبقى تنفي التهمه عن نفسها، والتهمه تتهم فيها مين؟ سما. وروحت. خرجت سما من الحمام ما لقيتهاش في البيت. تاني يوم راحت عادي الفيلا بتاعت نادين، فتحت ودخلت. لقيتها نايم، لقيتها واقعة وغرقانة في دمها، ويك ويك ويك، وقعدت تصوت والحقوني الحقوني الست هانم الست هانم. اتلمت الناس، بلغوا البوليس، بلغوا الإسعاف، جم شالوها وقعدوا ايه؟ يفتحوا تحقيق. أول حد سألوه ميار. ايه اللي حصل وشفتي ايه؟ انا جيت تاني يوم لقيتها واقعه وغرقانه في دمها ومش عارف ايه. الشرطه طب دوروا كده شوفوا في حاجه اتسرقت. طبعا اتصلوا بفؤاد بيه، جه كان لسه جوزها. قعدوا يدوروا، تشوف كده يا فؤاد بيه في حاجه ناقصه. دخل لقى علبه المجوهرات ايه؟ مش موجوده. قال لهم المجوهرات بتاعتها كلها مش موجوده. يبقى اتسرقت؟ اكيد اتسرقت. بدأوا بقى ايه؟ يسألوا. سألوا ميار اول واحده زي ما بقول لكم، شفتي ايه وعملتي ايه؟ قالت لهم انا جيت لقيتها كذا كذا وما اعرفش ايه اللي حصل. طب ما فيش بينها مشاكل وبين اي حد؟ قالت لهم لا، في بينها مشاكل وبين الست سما، كانوا دايما يتخانقوا مع بعض. ست نادين كانت راضيه بجوازه، لكن الست سما كانت دايما تقول لها انا هاجي وزي ما خدت جوزك هاخد الفيلا وهاخد المجوهرات بتاعتك وهاخد كل حاجه تخصك، بالكذب طبعا. فاول ما قالت كده في المحضر، راحوا استدعوا مين؟ سما وجوزها.
حققوا مع جوزها الاول وسالوه شويه حاجات، وبعدين حققوا مع سما في كذا كذا وكان بينكم خناقات وكنت بتقولي لها كذا. قالت لهم لا ما حصلش، كل ده كلام كده. وفؤاد قال لهم لا ما حصلش، الكلام ده كله كده. مين اللي قال لكم كده؟ قالوا له الناس اللي سالناهم. ما رضوش يقولوا له مين؟ ميار. خلصوا التحقيق وراحوا البيت عند سما يدوروا ويفتشوا يمكن يلاقوا المجوهرات. دوروا 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 لحد ما لقوا ايه؟ جزء من المجوهرات اللي حطته ميار في دولاب سما. طبعا كانت سما واقفه كلها ثقه، هي عارفه ان ما خدتش حاجه ولا عملت حاجه. وفؤاد جوزها برضو بقى عمال يقول استحاله ما سما تعمل كده. صحيح زعلان على نادين، لكن هو واثق ان سما ما تعملش كده. اول ما لقوا المجوهرات سما طبعا ارتبكت وما بقتش عارفه تقول ايه. راحوا واخدينها وحطوها في الحجز وهي حامل وعلى اخرها. لا اله الا الله. طب وبعدين ربنا ما بيظلمش حد، وما ربك بظلام للعبيد. النفس الاماره دي هتفلت كده؟ لا طبعا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سما فعلا اتحجزت، بس البوليس كان محيره جدا جدا. ازاي هتقدر تضرب نادين وهي حامل وبطنها بالشكل ده؟ ده كان فاضل لها شهر ولا حاجه وتولد. يعني استحاله هتقدر تضرب نادين وهي صحتها كويسه وجسمها كويس. مش مستوعبين. طب امال ايه اللي جاب المجوهرات في دولابها؟ سما تحكي لهم وتقول لهم انا شاكه في ميار لان هي في اليوم ده جات لي في الوقت الفلاني وما كانتش متعوده تجيلي في الوقت ده، وخرجت من الحمام لقيتها مش في الشقه. وهم لا، مش معقول، مش مصدقين. وبعدين راحوا فتشوا شقه ميار، ما لقيوش حاجه. ميار بقى كانت غيرت مكان المجوهرات، ما سابتهاش في شقتها. مين بقى اللي كان شاكك ان ميار هي اللي عملت كده؟ جوزها زكريا. بقى يقول لها انت عملت كده، تقول له لا طبعا. انا لا طبعا. البوليس بقى سابوا ميار وكل حاجه، ولكن كانوا بيراقبوها من غير ما تعرف. زكريا جوزها لاحظ ان هي بتطلع فوق السطوح كتير، ولاحظ ان هي بتدخل عشه الفراخ كتير، فشك. طلع يبص في عشه الفراخ، ملقاش اي حاجه. ما كانش فيه غير صفيحه من بتوع السمنه او صفيحه كبيره شويه من بتوع الجبنه او حاجه زي كده. المهم يعني صفيحه، والصفيحه دي مصبوب فيها جواها خرسانه، زلط على اسمنت على رمل، مصبوبه فين؟ في الصفيحه. فشك الصفيحه دي ما كانتش في العشه، في عشه الفراخ، جت منين؟ فحس ان ميار مخبيه الحاجات في الصفيحه. يخبط على الصفيحه من فوق، الخبطه مكتومه، فعلا فعلا خرسانه وحاجه وعجينه مسلح. يخبط على الصفيحه من تحت، يلقاها مطبله فاضيه. راح للبوليس، قال انا امن نفسي. راح للبوليس وقال لهم انا عايز ابلغ على حاجه في القضيه بتاعت الست نادين. ايه الحاجه؟ فتحوا محضر وسالوه. قال لهم انا شاكك ان مراتي هي اللي عملت كذا كذا، وحتى المجوهرات في صفيحه فوق في عشه الفراخ. كل يوم تطلع فوق تطلع فوق، فطلعت وبصيت وخبطت وعملت كذا كذا وحكى لهم على اللي عمله. وانا شاكك فيها وجاي اخلي مسؤوليتي. انا ماليش دعوه باي حاجه ومعرفش اي حاجه. راحوا هناك البيت وطلعوا فوق في العشه، وفعلا مسكوا الصفيحه وخبطوا، لقوا الكلام دون. راحوا كسرين الصفيحه، لقوا المجوهرات جواها بصندوقها. راحوا واخدينها، واخدين مين؟ ميار. فتحوا معاها التحقيق مرة تانية، ضغطوا عليها شوية، انتوا عارفين بقى البوليس، لحد ما اعترفت. عملتي ليه؟ ما عملتيش ليه؟ اصل نادين هانم كانت بتزعق لي، كانت بتشخط فيا،
وعدتني بمبلغ كبير وخليت بيا ما اعرفش ايه الكلام ده كله. انا ما كانش قصدي اموتها، انا ضربتها على دماغها من ورا وجريت، انا مش عارف ايه. المهم خدت حكم 25 سنة. الذهب طبعا والمجوهرات ادوا لجوزها، لانه كان لسه جوزها. بما انه لسه جوزها ورث كل حاجة. طب وسما اللي كانت حامل وكانت محجوزة، خدها من الحجز على طول على المستشفى. ما كملتش في المستشفى اسبوع ما شاء الله، وربنا كرمها وولدت ولد وطلعت بالسلامة. طبعا فؤاد كان فرحان جدا جدا، وهي فرحانة وامها وكلهم مبسوطين. اخيرا فؤاد بقى اب، ورث الفيلا، المعرض، الذهب، كل حاجة بقت بتاعته هو وسما. خد كل حاجة، ربنا كرمه بالابن، وسما ربنا كرمها وبقت غنية جدا، والبيت ده بتاعها والبيت ده بتاعها. بس هي ما رضيتش تقعد في البيت اللي كانت فيه نادين، فضلت في شقتها زي ما هي، وقالت له اقفله. قال لها انا مش هبيعه لانه غالي عليا. قالت له ما تبيعوش بس انا مش هقعد فيه. وعاشت سما زي الفل، هي وجوزها وابنها، ونادين عند ربنا، وميار محبوسة 25 سنة. قصة جميلة جدا. يعني أهم حاجة فيها إن النفس الأمارة بالسوء دي اللي زي ميار دي، حقد وغيرة وحاجات وحشة وصلتها للسجن. وسما اللذيذة الجميلة اللي كانت بتصلي وتعرف ربنا وتتقي ربنا، بصوا في النهاية وصلت لإيه، سبحان الله. وفؤاد عشان صبر على نادين ومرضيش يجرحها، ربنا كرمه وبقت كل حاجة عنده، الابن والمال والأجانس والفيلا وكل حاجة بتاعته. سبحان الله، بجد بجد سبحان الله. ايه رأيكم بقى؟ يعني مين يعني، مش عارف اقول لكم ايه، بس عايز اقول لكم، هل نادين صعبان عليكم انها ماتت؟ هل ميار صعبان عليكم انها اتحبست؟ بس يا ريت تقولوا لي في التعليقات، لان مش هقول لكم ايه رايكم في كرم ربنا. لا طبعا كلنا عارفين ان ربنا كرمه كبير وما بيظلمش حد. ونتيجه صبر سما الجميله وقربها من ربنا يعني جميله، وكان ممكن تبقى اجمل واجمل من كده كمان، لان ربنا كريم ورحيم وحنان. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. ربنا يجعل نفوسنا كلنا راضية مطمئنة، ويبعد عننا النفس الأمارة والنفس اللوامة، اللهم آمين. وأقول لكم إيه، استنوني في قصة جديدة. سلام.